هو ايه الفرق بين فطير سعره غالي وفطير سعره رخيص او هنقول سعره وسط؟ انا مش عارفه ايه الفرق بجد، عشان كده قلت اجيب من اماكن مختلفه. اولهم معانا هو الفطير اللي انا بجيبه من ست طيبه بتخبزه في البيت. مامتي بتجيب لي فطيره، هي كانت عندي في الفريزر الحقيقه، فعلشان كده مش عارفه اوريها لكم كامله. مامتي بتجيب لي فطيره بالظبط قد كده، سعرها كام؟ ب 65 جنيه، وانا جبتها معانا النهارده. ايه ده؟ اهلا. سوري. احلى فطير والله؟ اه. بس كده حق؟ تعرف الفرق بين الفطير الغالي قوي والفطير الرخيص؟ بس مش بتاع الفرن. الفلوس؟ لا ايوه ماشي، ما انا عارفه ان الفلوس الفرق. يعني ايه ليه ده رخيص قوي وليه ده غالي؟ ايوه سمنه بلدي بقى. ماشي. خامات. تعالوا نبدا باول واحد معانا، وهو فطير بيتي معمول في البيت من واحده بنجيب منها. يلا. اول حاجه الطبقات. وانا دخلت تطفلت عليك ولا حاجه؟ لا اهلا وسهلا. اول حاجه بالنسبه للطبقات بتاعته، فهي وسط، ولا هي كتير قوي ولا هي قليله قوي. خلاص. بصوا ما فيهوش سمنه كتير. بسم الله. فطيره عاديه، يعني طعمها مش وحش، طعمها حلو، ما فيهاش سمنه نباتي مثلا، معموله بسمنه. ولكن احيانا ستات البيوت مش بيحطوا هامش ربح عالي، ما عندهمش موظفين، ما عندهمش ضرايب، فمش بيعلوا السعر قوي. فبالنسبه يعني دي بالنسبه لسعرها معقوله جدا. خلاص، بس انا حبيت ادخلها معاكم النهارده عشان اشوف الفرق ما بينها وما بين المحلات. هنبدا بالارخص ثم الاغلى. احنا جربنا كده ارخص واحده معانا في الحلقه، تعالوا بقى نشوف الاعلى منها شويه، وهي فطيره. دي ارخص من دي ارخص من دي؟ لا لا. دي فطيره بريكفاست. انا سمعت ان بريكفاست بيعمل فطير حلو قوي، وانا كنت سالتكم عن اكتر مكان ترشحوا لي منه. اكتر ناس رشحت لي مزارع دينا، وهو للاسف مش عندي في المعادي ومش بيوصل للمعادي، فطلع اوت. في برضو مشلتته هاوس، كذا حد رشحولي، ولكن مشلتته هاوس قال لي ان احنا بنوصل كل اثنين وجمعه بس قررت من كتر الناس اللي بتعمل فطير والفطير الحلو اللي اتبعت لي يعني، فقررت ان انا هعمل كذا فيديو عن الفطير. عجبني الباكجينج اولا الباكجينج بتاع بريكفاست هايل. خلاص. ثانيا جه بسرعه جدا، بس مفيش معاها اي اضافات، ولا جه معاها عسل ولا نقع ولا اي حاجه. بصوا بقى، ده شكلها اهي، وده تخنها. ربي شكلها كده اهي. بس ريحتها مديه شويه على فطير المخابز. نعم. شويه صح. طب هي طبعا بردت قوي، فاحنا هنسخنها. بصوا ده شكلها من جوه. دي طبقاتها تخينه حلوه، طبقاتها مش قليله خالص. انا قلت لكم مش بيجي معاها اي حاجه، فانا بقى حضرت التري الحلوه دي. اتفضل ما تكسبش. ندوها الاول لوحدها. بسم الله. فرق كبير. بس هقول لكم على حاجه بقى كخبره، يعني طعمها اقرب لفطير الافران، مش الفطير اللي بيتخبز في البيت، بس مش بنفس الكواليتي. طبعا مش بنفس كواليتي الافران، لا مش قصدي كده. ماشي، طعمها حلو، السمنه اللي فيها مش اوفر ولا قليله، ولكن طعمها شويه شبيه بفطير الافران اللي هو وشكلها وشكلها فعلا اللي هو اللي بنشتريه في الفرن، مع طبعا فرق الكواليتي. سعر الفطيره دي كان كام؟ سعرها 100 جنيه. تعالوا نروح للفطيره اللي بعدها. ثالث فطيره معانا النهارده، وهي تحسوها مجهوله الهويه، بس هي من الملكي. سمعت ان الملكي بيعمل فطير وفطير حلو كمان. طبعا الباكجينج زي ما انتم شايفين كده، كيسه بلاستيك عادي جدا، مع انه غالي. خلينا في المضمون. خلينا في المضمون. ماشي. بصوا يا جماعه الفطيره قد ايه. واو، كل دي فطيره. انا عرفت هي ليه بالسعر ده دلوقتي. بصوا هي زي ما شفتوا كده حجمها كبير جدا، بس انا طبعا هاخد حته واقطعها، مش هعرف اقطعها بالسكينه، لان هي بصوا بتتهري ازاي، عامله زي الفطير الفلاحي بالظبط. هي اتهرت كده يا جماعه لان هي كبيره، حجمها كبير ورقيقه، مش تخينه قوي، فالطبقات مش شايله بعضها. تعالوا نسخنها. سخنت فطيره الملكي. تعالوا اول حاجه هقول لكم سعرها كام. الفطيره دي سعرها 150 جنيه،
وبالنسبه لحجمها لا، فحجمها حلو حلوة جدا، جدا. بالرغم من ان طبقاتها رفيعه، طبقاتها مش تخينه، بس حجمها برضو كبير. هي في معلش. التليفون قالت لي تكفي 4 افراد، بس يعني ما اعرفش 4 افراد من انهي نوع اللي هياكلوا كل الفطيره معلش. دي. بس بقى خليني اقول لكم على حاجه، هو انا سالتها في التليفون قلت لها بيطلع معاها حاجه، قالت لي بيطلع معاها 3 اختيارات، مش وعسل وطحينه. اللي جالي طحينه بس، هي العلبه اليتيمه اللي فيها معلش. يا دوب لحسه طحينه. 3 اختيارات بتختار منهم واحد ولا الثلاثه؟ لا هو بتيجي التلاتة، بس انا كبرت دماغي لان انا عندي في البيت كل الحاجات التانية. ويلا بينا ندوق. بسم الله. انا ادوق. هي بعيدة كل البعد عن بتاع بريدفاست، ما يتقارنوش ببعض. لا. يعني بصوا، دي بتاع بريدفاست ودي بتاعة الملكي، خلاص الاتنين مالهمش اي علاقة في الطعم ببعض. دي اقرب لفطير الافران اللي بيبقى مسكر شويه لانها مسكره شويه، ودي اقرب لبتاعه البيت اللي هي الست خبزها في البيت، ولكن مع سمنه اكتر، طريه اكتر، طبقات احلى، عامله زي الفطير اللي بيتاكل كأن واحده فلاحه قاعده خبزاه. انا صراحه عجبتني بتاعه الملكي، بالرغم من ان سمنتها كتير، ولكن دي حاجه ما تعبش الفطير، دي حاجه حلوه في الفطير ان يكون سمنته كتير وريحته كمان حلوه. بصوا خلونا برضو نكون متفقين ان احنا مش هنقارن شغل البيوت بشغل المحلات، لان المحلات تجاري وبيبقى فيه بقى محسنات وفي حاجات تانية كتير طبعا هتغير طعم او ريحة الحاجة. صح. ولكن انا لو هرشح مثلا واحدة في كل دول، يعني انا هرشح الملكي. اولا حجم كبير، الملكي لو عدد بس، يعني حجم كبير، حجم كبير وانتوا ممكن تخزنوها وتشيلوها في الفريزر عادي، بس هي حجمها كبير وكمان اقرب للفطير المشلتت. انما لو انت ذوقك رايح ناحيه الفطير المسكر فبريدفاست وش طبعا حلو وسعره حلو وسعره رخيص وتمام التمام. كل واحد فيهم ليه ذوق وليه زبونه، بس هي اعلاهم الملكي، اعلاهم الملكي لانها فطير مشلتت حقيقي بقى، مش فطير افران. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي في الكومنتات جربتوا ايه من دول وايه تاني بتحبوه عايزيننا نجربه ونعمل لكم عليه ريفيو. باي باي.